فوائد حوض الحجر الصحي. هو انا بعمل حوض حجر صحي ليه؟ علشان السمكه اللي جايه من بره جديده لسه جايه على حوض مستقر بقاله 6 شهور. حضرتك بس لو ما عندكش المعلومه انا اقولها لسيادتك. الحوض بتاعك علشان يبقى حوض مستقر، مش بشكل الميه كريستال ولا انها شكلها عاجبك ولا انها صافيه كل الكلام ده، لا. انا ممكن اجيب لك حوض فيه ميه صافيه ولو رحت حللته هتلاقي فيه بلاوي. الحوض بيستقر بعد 6 شهور من بدايه شغله. الدوره استقرت، السمك استقر، درجه حراره الميه بقت تمام مع تغييراتك للميه، كميه الميه استقرت، الفلتره بقت عارفه هي بتفلتر ازاي، كميه البكتيريا النافعه اللي جوه الفلتر بقت معقوله وكونت مستعمرات كتيره، فاصبحت قادره على يعني تحليل الامونيا بشكل اسرع. السمك اتعود على الاضاءه، السمك اتعرف على بعضه، عرف دنيته ماشيه فيها ازاي، التاكيل، كل الكلام ده بعد 6 شهور حوضك مستقر تماما لو انت ماشي على روتين ثابت. طيب حضرتك بقى جبت سمكه جديده من بره، هل انت عارف، مع احترام لجميع انواع الناس اللي بتبيع سمك، هل انت عارف البيئه بتاعت السمكه اللي متربيه فيها دي هل هي بيئه كويسه ولا لا؟ ما تعرفش. هل حضرتك عارف هل السمكه دي شايله مرض ولا لا؟ ما تعرفش. هل ظهر عليها اعراض المرض ولا لا؟ ما تعرفش. طب هتقول لي وانا بنقي السمكه من عند الراجل في المحل في الحوض كانت كويسه وزي الفل وتمام. هقول لحضرتك في حاجه اسمها فتره حضانه الميكروب. فتره حضانه الميكروب دي اللي هي ما بين الاصابه بالفيروس او بالبكتيريا وما بين ظهور اعراض المرض. يعني انت لما بيجي لك برد على طول، ولا بتحس ان انت يوم حصل فيه عرض وبعد كده ابتدى العرض يزيد وبعد كده ابتدى يظهر؟ اول ما ابتدي يظهر اعرف ان انت عندك مثلا برد مثلا. حضرتك ما يعني الفيروس اصابك مش من اليوم اللي عطست فيه ولا كحيت فيه، لا، ده هو كان من 3 4 ايام موجود بس خامل لسه ما خدش القوة علشان يظهر بشكل كامل او شكل ظاهري. فعلشان انا اطمن ان السمكة اللي جايبها دي ما هياش تعبانة ولا مريضة، فانا بحطها في حوض العزل لغاية ما اطمن. واحنا لما اتكلمنا من شوية عن المكونات واتكلمنا من شوية على مواصفات الحوض، المواصفات زيها بالظبط زي حوض العادي بتاعي، ما اختلفش كتير غير الجرش بس. طب ليه؟ لان السمكه حضرتك لما بتيجي تعزلها لما تكون جديده او بتيجي تعزلها لما تكون مريضه، حضرتك فتره العزل بتاعتها لو جديده من 3 اسابيع لشهر ونص، يعني من 3 اسابيع ل6 اسابيع. ولو مريضه على حسب المرض بتاعها ممكن تقعد 3 اسابيع، ممكن تقعد شهر، وبيوصل لدرجه علاجات للسمك لو في حاله مثلا صعبه شويه او مرض رخم شويه او المرض يعني تعب السمكه ممكن توصل من 3 شهور ل6 شهور علشان تلحق السمكه تتعافى والمرض يخرج منها نهائيا. طيب ده بالنسبه للسمكه اللي جايه من بره. طب بالنسبه للسمكه التعبانه او العيانه، حضرتك عندك استعداد تضحي ب6 شهور لغايه الحوض ما استقر؟ حضرتك مستعد تضحي بالسمك اللي عندك ان هو يتعدي؟ حضرتك مستعد تضحي عندك بالميه اللي موجوده عندك اللي انت بتغيرها ومحافظ على الكيمياء بتاعتها؟ حضرتك عندك استعداد تضحي بالبكتيريا النافعه اللي موجوده في الفلتر وتخلي فيها مرض؟ طبعا لا. فاحسن لك خلي عندك حوض عزل، اتاكد ان السمكه الجديده تمام ما فيهاش مشكله، اتاكد ان السمكه اللي انت بتعالجها بقت كويسه وبقت نشيطه والمرض راح منها وبقت زي الفل مفيش فيها مشكله عشان اقدر ارجعها الحوض تاني وانا مطمن. اخر حاجه هقولها لحضرتك، النصيحه دي لوجه الله، عايز تسمعها براحتك مش عايز تسمعها انت حر. بس النصيحه دي مش بنتكلم فيها في يعني مش في تربيه اسماك الزينه بس. خد النصيحه دي مني مبدأ لحياتك، الوقاية خير من العلاج. هقولها لك تاني، الوقاية خير من العلاج. ليه بقول لك كده؟ لأن أنت لو السمكة اللي تعبانة دي كبرت دماغك منها وسبتها في الحوض وعيت، أو كان في سمكة جديدة وأنت مش مشكلة بالنسبة لك رحت حاططها في الحوض الأساسي بتاعك على طول، إيه اللي هيحصل لحضرتك في الحوض ده؟ الحوض ده هيتنقل له المرض. طب وبعد ما يتنقل له المرض السمك كله عايم في ميه واحده بيئه واحده، ففرصه انتشار المرض اسرع مما تتخيل. كان نار في الهشيم، مش هتاخد 3 4 ايام وهتبص تلاقي السمك كله عندك ضرب فيه المرض.
المرض موجود فين؟ موجود في السمك، وموجود في الميه، وموجود في الجرش، وموجود على السخان، وموجود على الترمومتر، وموجود في الفلتر، وموجود جوه الفلتر في السفنجه بتاعت البكتيريا النافعه. طيب الحل ساعتها هيكون ايه؟ حضرتك هتعمل ايه بقى؟ حضرتك هتنجز بسرعه وهتبتدي تدور على علاج. مع الاسف احنا هنا في مصر ما عندناش عيادات، في العيادات البيطريه ما عندناش يعني ان انت تروح بسمكه يعني تعالجها عنده. نادر قوي لما تلاقي دكتور يعني متخصص في حاجه زي كده. يعني حضرتك لو رحت يعني سمكه تعبت واضطريت ان انت مثلا تروح لبيطري ان هو يشوفها لك، هتروح تخش عليه بالبوله، هتقول له حضرتك السمكه دي تعبانه وعيانه انا عايز اعالجها، هيقول لحضرتك عايز السمكه دي مشوي ولا سنجاري؟ عندنا في مصر هنا الطب البيطري مثلا مختص من اول مثلا جمل، البقره، الجاموس، الحمار، المعيز مثلا، القطط، الكلاب، الطيور زي البغبغانات والعصافير. انما سكه السمك دي الا لو كنت انت بقى عندك واحد صاحبك حبيبك او دكتور بيطري ممكن يساعدك ان هو يقدر مثلا يعني ايه يعالج السمكه او يقول لك على العلاجات. انما انت لو جيت بصيت على العلاجات والادويه اللي احنا حتى بنديها للسمك، هبقى ان شاء الله باذن الله هعمل لكل مرض حلقه، وهبقى اقول لك على طريقه العلاج ازاي وهتمشي فيها ازاي لغايه ما ربنا يكرم ايه وتعرف تعالج السمك بتاعك. ما عندناش رفاهيه ان انا عندي سمكه فاروح اوديها لدكتور يعالجها، صعبه شويه عندنا دي. تمام؟ فاللي هيحصل ان انت هتعالجها. طب الدواء اللي انت هتديه لها دوت كعلاج هو ايه؟ كيميكالز، عباره عن كيميكالز هيغير كميه الميه، وطبيعي هيدمر لك البكتيريا الحيه اللي في الميه واللي في الفلتر، وهيملى الحوض وهيملى الجرش وهيملى الدنيا عندك كلها. طيب فرضنا ان حضرتك خلصت دلوقتي وربنا كرمك وعرفت ان انت تعالج السمكه ووصلت ان انت مثلا خلاص انا عالجت السمكه الحمد لله والسمكه بقت مناعتها كويسه وزي الفل تمام. حضرتك الحوض بقى بعد العلاج ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت هتحتاج مكان تنقل فيه السمك. وبعدين حضرتك هتجيب الحوض تفضيه خالص وتدعك الجدار بميه وتاخد الحوض بقى معاك كده اهو الحمام زي الشاطر، وتحطه في الحمام وتحط ميه سخنه بتغلي وبتبتدي تدعك الجوانب بتاعته بميه سخنه بتغلي وملح عشان تطهره من المرض وتطهره من الكيميكالز والادويه اللي اتحطت. هو في دواء واحد بس او عقار واحد هو اللي مفيش مشكله معانا فيه، اللي هو الفلاجين، لان الفلاجين يعني فتره صلاحيته في الميه 8 ساعات وخلاص يعني بيروح، لا موجود في الميه ولا موجود في الفلتر، خلاص هو مده فعاليته 8 ساعات بس، بعد كده بيروح لما بقيه الادويه بترسب. طيب وبعدين هاخد الفلتر السفنجه والميديا بتاعت الفلتر بتاعتي كلها بالسلامه، يعني انساها كل ده ترمي، لانه مشبع وما فيهوش بكتيريا نافعه ماتت خلاص. انه مشبع بايه؟ مشبع بالمرض والبكتيريا والفيروس، ومشبع بالكيمياء اللي انت حاططها بسبب الادويه. الجرش هتعمل فيه ايه؟ هتاخده كله زي ما هو وهتغليه في ميه سخنه بملح، وبعدين تنضفه بميه بارده، وبعدين تسيبه ينشف ورا الاول، وبعدين هتاخده تنقعه يوم ولا حاجه في ميه من ميه الحوض الجديد. انت فاهم اللفه؟ فاهم وجع القلب؟ فاهم وجع الدماغ؟ فاهم اللي انت عملته في نفسك؟ وفر على نفسك الكلام ده كله وخلي عندك حجر صحي. وفر على نفسك الكلام ده كله، الوقايه خير من العلاج. حافظ على سمكك، حافظ على ميتك، حافظ على التغيير الدوري للميه، نظف حوضك كويس، نظف فلترك كويس، بص على سمكك كويس كل فتره وراعيه، خلي التاكيل عندك بحساب وبمواعيد، ويا ريت لو تنقي نوع اكل محترم علشان السمك يفضل مناعته عاليه ويفضل يصد اي مرض يحاول يصيبه. عافانا اياكم من الامراض، وربنا يخليكم سمكم من غير امراض. اشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.